الأسطورة عيشة قنديشة. الحكاية الكبرى ديال لاله عيشة قنديشة كانوا كيقولوا ناس زمان في العصر البرتغالي كيهضروا على امرأة اللي سميتها عائشة، زوينة بزاف، الجمال ديالها كيفوق الوصف. كانت كتسكن حدا السواحل في واحد الدوار بعيد. كيتقال انها كانت كتعاون المقاومين المغاربه ضد البرتغاليين، كتغوي الجنود الاجانب بجمالها، ومنين كيتبعوها كديهم الويدان وكيوقعوا في كمين وكيموتوا. ولكن مور هادشي تخلطات الاسطوره بالحقيقه، ولاو كيقولوا البرتغاليين ما بقاوش كيعرفوا واش هذه امراه حقيقيه ولا جنيه، ما بقاوش كيعرفوا واش هذه امراه حقيقيه ولا غير وحده مسيفه ليهم. تحولات عائشة اللي كيعرفوا المغاربة دابا الجنية اللي عندها رجلين بحال ديال الماعز او الجمل، وعلى ما كنقولوا حنايا ديال البقرة. وهاد القصص اللي غادي نعاود لكم كل وحده وديال من، وغنبدا لكم قصة على لسان الراعي. واحد الراعي من دكالة كان كيسرح الغنم في الليل، شاف مرا واقفة في جنب الواد لابسه لباس ابيض، شعرها طويل كيتطاير مع الريح. قرب منها وهو مذهول بزينها، غير قرب خطوة خطوتين شاف رجلها، رجل ماشي بحال ديال البشر، بحال ديال الجمل. الراعي في ديك اللحظة تصدم، قلبه بدا كيضرب وهو يطلق واحد الغوطة والغنم تفرقات. من داك النهار ولا حمق، كيبقى غير يهضر مع راسو ويغني اغاني غريبة بالليل. هادي القصة اللي تعاودات انا عاودتها لكم على لسان هذا الراعي اللي اصلا دابا هو على ما كيقولوا باللي حماق. اما قصة العريس اللي تاهي غنعاودها لكم. واحد الشاب كان غادي يرجع لدارو من بعد العرس ديال ولد عمو، وكان الطريق مظلم بزاف. شاف واحد المرأة كتضحك ليه من بعيد، هو ما بغاش يعطيها وجه، ولكن الصوت ديالها اللي كان كيناديه بسميتو فاجئو. كيفاش حتى عرفت سميتو؟ زاد في خطواته باش يزرب، غير دور وجهه شافها قدامه قريبه عليه. بدات كطوال حتى ولات قد واحد الشجره، عينيها كيخرجوا من الشر. هرب مسكين حتى طاح في الواد. لقاوه الناس الصباح مليوح تما وما قادرش يهضر حتى على شنو شاف. اما القصه الثالثه اللي هي القصه ديال واحد الراجل كبير، واحد العجوز منسوس، كان كيتحكى ان لاله عيشه سكنات في بير وسط الدوار، وكانوا كيسمعوا بالليل صوت ديال المراه كتغني وكتبكي. الناس بقاو كيسدوا البير بالحجر، كيلقاو الحجر مرفوع على البير والماء ديال البير موسخ وفيه واحد اللون بحال الدم. غادي نقول لكم تخيلوا معايا وتصوروا في راسكم في الليل ساعة قربات للجوج، الناس ناعسين، الدوار كامل ناس، غير انت اللي صاحي، الشمع شاعل قدامك والريح كيتحركوا والستائر كيتحركوا، كيبان صوت ديال الكلاب بعيد كينبحوا. فجأة كتشوف من الشباك مرا واقفة شعرها طويل كيتطاير، لابسة كشيطة بيضة، واقفة بلا حركة، عيونها كتشوف في دارك وكتقول في راسك يمكن غير السراب، يمكن انا كنهتر. ولكن غير كتفيق مزيان كتحدق فيها كتلاحظ حاجه غريبه، رجلها ماشي ديال البشر، رجلها بحال ديال البقر. وهذه هي القصه ديال الحلاق. واحد الراجل في مراكش كان عنده حانوت ديال الحلاقه، كيسالي في الليل كيتسنى زبائن اخرين يخرجوا. في واحد الليله دخلت عنده مرا زوينه بزاف وجلسات وقالت ليه بغيت نقطع شعري. منين بدا كيقطع ليها شعرها حس بشعرها كيطوال بوحدو وكيولي طول من اللي كان، كل ما قصو كيعاود يطوال. شاف وجهها في المرايه لقاها كتضحك باسنان كبار حادين وعيونها حمر. الراجل طاح مغمي عليه، فاش فاق في الصباح لقى الحانوت مسدود والمراه اختفت. اما القصه الثانيه اللي غادي نعاود لكم فهي قصه العروسه. واحد البنت من نواحي اسفي تزوجات، وفاش كانت ماشيه للدار الجديده مع راجلها اضطروا يدوزوا من طريق خاويه في الليل. وسط الطريق وقفات ليهم مرة كتشير ليهم يوقفوا. العريس وقف، هو ما عارفش شكون هاد المرأة اللي طلبت انها تركب معاهم باش يوصلوها حتى للدوار. منين طلعت بدات كتغني اغنيه قديمه بصوت رقيق، ولكن غير شافت العروسه في وجهها غوتات. هذه ماشي مرأة، هذه عيشه قنديشه.
العريس دور وجهه باش يخرجها، لقى بلاصه ديال الركاب خاويه، ولكن الصوت ديال الغنى باقي في الطوموبيل. وكيقول واحد الفقيه اللي بان ليه لاله عيشه ما كيقدرش ينسى الصوت ديالها، كتدخلك لودنك وكتبقى تعمر راسك حتى في الناس. دابا غنهمس ليك، الا كنتي قاري هاد الكلمات في الليل وسميتيها تعطات بصوت عالي، راه ممكن تكون قريبه منك بلا ما تحس. وإلا عجبتكم الاسطوره ديال عيشه قنديشه، ما تنساوش ديروا ابوني وفعلوا جرس الجرس باش يوصلكم كل جديد. ما تنساوش تدخلوا لاشين جديده، راني حطيت لكم 3 ديال البودكاست وب3 بيهم مهمين بزاف.